بداية متوقعة لسيزون نادي الزمالك في الدوري المصري السنة دي بعد العبث اللي شفناه في الفترة اللي فاتت. إن الفريق بدأ معسكر الإعداد بتاعه 10 أيام تقريبا قبل الدوري، بنجمع اللعيبة زي ما بيحصل في الأفلام الكوميدية. مباراة ما فيهاش فنيات، ما فيهاش جمل، ما فيهاش أي حاجة تقريبا. ما نقدرش نقول حتى إن في فرصة خطيرة نقول إن الزمالك صنعها أو ضيعها، بل بالعكس. يعني هو الاتحاد هو اللي كان ليه فرص في المرتدات بتاعته نتيجة للإرهاق البدني اللي متوقع إن هو نشوفه في لعيبة الزمالك. اللعيبة المعدل البدني بتاعها لسه ما وصلش للمستوى اللي نقول إن هو يقدروا يبدأوا بيه السيزون ويخشوا في التنافس بقوة. حمزة الجمل من السنة اللي فاتت خلاص عرفنا ان هو بقى هو المدرب اللي بيعرف يلعب الزمالك كويس قوي، ولكن اللي اختلف النهارده ان هو بيتزيرا اللي كان بيخلق عليه خططه الدفاعية مش موجود كمان. فالفرقة تقريبا تعتبر امتداد للي حصل السنة اللي فاتت وفرقة السنة اللي فاتت، وده مش مفاجئ لينا وخلاص، ده امر واقع لازم نتقبله ولازم نتعامل معاه. وعلى مدار السنة دي لازم هيكون في ناشئين يظهروا، لعيبه زي محمد حمد اللي شفناه النهارده في وقت قصير جدا. متهيألي ان هو مش هيكون اسوأ من احمد شريف او شيكو بنزا باي شكل من الاشكال. ناصر منسي في مستوى سيء، بس يعني هو مش ناصر بس لوحده اللي مش كويس. اظن ان باقي المهاجمين اللي موجودين يستحقوا ان هم ياخدوا فرصه، وعلى راسهم حسام اشرف اللي هو اثر في حق نفسه كتير في السنين اللي فاتت. بس فرصه عمره السنه دي، هو انت خلاص انت مكمل مع الزمالك، والزمالك في شامبيونز ليج وبينافس على الدوري، ما ينفعش ان انت تاثر تاني السيزون ده. عمر جابر، بنتايج، اسماعيل، الونش، اداء مقبول منهم كلهم. يمكن اسماعيل الاصابه اثرت عليه شويه في الشوط الثاني. المهدي سليمان كان في ثبات منه في الاداء بتاعه. شحاته اداء جيد. ادم كايد برضو اداء مقبول، ما نقدرش نقول ان هو وحش ولكن هو اداء مقبول. عدي لسه ما وصلش للمستوى المطلوب منه. ناصر بعيد تماما تماما. احمد شريف بعيد تماما. اللي شفناه من شيكو بنزا يعني كان وحشنا والله، يعني وحشنا شويه الجري اللي بلا هدف، اللي هو ما عندوش اوبشن تاني غير الجري، هو مش عارف يعمل حاجه تانية غير الجري. كابتن معتمد قدامه مهمه صعبه جدا جدا جدا، وربنا يقدره عليها، وربنا يستر السنه دي.